في رمضان بالذات ما بيكونش فيه مساحة كبيرة للفن، التجارية دايما هي اللي بتسيطر، فتلاقي قصص انتقام أو صعود أو علاقة بين اتنين، بس إن المسلسل ياخد قرار إن هو يبقى ليه توجه فني واضح وكمان إن هو ينجح، فأكيد دي مش ضربة حظ. وعشان كده احنا هنتكلم النهارده عن عين سحرية اللي ناس كتير شايفاه أهم مسلسل في رمضان، فخليني ما أطولش عليك وتعالى نبدأ كلام عن المسلسل. بيبدأ المسلسل بباشمهندس عادل اللي بيشتغل في الكاميرات، وبنعرف ان هو رايح يقرا فاتحة النهارده، وهو مروح بيبقى فاتح الابليكيشن بتاع التوصيل عشان ياخد عميل معاه، وبالصدفة البحتة بيحصل قدامه مشكلة، وهي ان واحدة بتطلب توصيلة والراجل بيبقى عايزها تكنسل عشان الابليكيشن ما ياخدش النسبة، فبيتدخل وبيراضي الراجل ويفتح لها رحلة عشان يوصلها. اما اسماء فهي دكتورة بيطرية وفاتحة محل لبيع الحيوانات، وعجبني الكاميرا موفمنت وهي بتورينا المكان بتاعها اثناء كلامها الحقوقي عن الحيوانات، وبيعجبني اكتر الحوار وازاي كل واحد شايف الموضوع من وجهة نظره. هو بالنسبة له في كلاب بتجري وراه عايز يخلص منهم، وهي بالنسبة لها اللي بيعمل كده جريمة، فهو استشاف الحوار رايح لفين فتراجع، وبنعرف في الاخر ان حسن مش جدع ولا حاجة، هو بس كان عايز رقمها. شوف يا اخي طبع الشاب المصري حتى وهو رايح يخطب بالليل. بس ما بيعجبنيش انها بتتكلم عن حقوق الحيوان وهي اصلا بتتاجر فيهم، مفيش حد حقوقي بيبيع وبيشتري حيوانات، تبقى تبني اكتر، فكان هيبقى افضل لو بتبيع مستلزماتهم بس. المهم بنروح لشاب في سن المراهقه بيحاول يسرق حاجه لكن بيتقفش، وعادل فبالرغم ان هو قال لاسماء ان هو بيفتح الابليكيشن وهو مروح، الا انه بيروح شغل تاني، وهناك صاحبه المكان بتطلب منه مايكرو كاميرا عشان تراقب جوزها، فبيرفض وبيجيله تليفون يعرفنا ان الواد الحرامي ده يبقى اخوه، فبيروح يخلصوا من المشكله دي ويروحوا سوا. بعدين بيحصل بينهم ديالوج بنعرف ان هو بيسرق بسبب مشكله نفسيه، وبيعجبني طريقه اختيار الكلمات اللي بيوجهها له عادل، مصريه جدا. المهم بنتعرف على ام عادل وبيبان ان هي تعبانه، لكن رغم كده بتطلب منه يوديها لابوه المقابر، واخيرا بيروح عادل عشان يخطب، بس للاسف بيرفضوه عشان ابوه مات في السجن، وعشان ما يجرحش امه بيقولها ان الموضوع مشي تمام. كمان بيزيد همه لما صاحب الشقه بيبلغه ان هو عايز يمشيهم علشان يجوز بنته، فيا يمشي يا يشتري الشقه، وكمان بيبقى عليه 12,000 جنيه ميه. وفي ناس اتقفلت من المسلسل بسبب ان هو مشابه لرامبو، اكمنها نفس الام والابن والمشكله، بس انا شايف ان ده عادي بصراحه، ودي فعلا المشاكل اللي بتواجه الناس في المستوى ده، فده واقعي وتكراره ما يعيبش المسلسل في حاجه بالنسبه لي. المهم المشهد ده في حاجه عجبتني، وهي ان المخرج قرر ان هو يخلي بقيه المشهد لونج تيك، فبعد الديالوج خد الكاميرا من على الراجل وكمل بيها، ما كملش بيها كتير بس زود الواقعيه شويه. وغير كده اللونج تيك بيبقى اصعب في التصوير لانك بتبقى محتاج تظبط الكاميرا موفمنت، الحوار، الممثلين وتحركاتهم والظروف اللي حواليهم بشكل عام، فعجبني القرار. المهم اخو عادل صاحبه بيزاول ان هم يشتغلوا على تكاتك، فبيروحوا للراجل وبيمضيهم وبيصورهم، وعادل بيوصل امه للمقابر بس ما بيخشش زي كل مره، وعشان اتزنق في حوار البيت فبيكلم الست اللي عرضت عليه موضوع الكاميرات ده. دفع منطقي جدا بصراحه، هو بالنسبه له شغلانه عارف اولها من اخرها، هيخلصها وهيطير. المهم بتقول له على مكان الشقه، فبيشوف ست داخله البيت ومعاها كلب، فبيروح يجيب اكل كلاب من الدكتوره اسماء طبعا عشان يعمل نفسه ان هو بيوصله، والمخرج بيعمل فريم وذن فريم عشان يجمعهم هما الاثنين في اطار واحد لاول مره، كنايه عن بدايه العلاقه والتحديات اللي هيخوضوها سوا. المهم بتديله الاكل ببلاش وبتنجح خطته فعلا، فبيدخل الشقه يركب الكاميرات بس بينسى اكل الكلاب وهو نازل. وخدها قاعده، طالما حاجه عاديه خدت فريم كامل اللحظات فغالبا ده فور شادوينج الحاجه هتحصل قدام. اللقطه دي عجبتني جدا. بعد ما خلص المهمه السدير جابه صغير في مشهد كله فاضي وكانه دخل لعبه مش بتاعته او هو لا ينتمي للبيئه دي، وعصام عمر نافس ده بشكل قوي مع وقوفه لحظه وتنهيده وتفكير في اللي عمله. المهم هو شغال بيتفرج على ماتش، فبيشوف كلب بيخش الملعب فبيفتكر الاكل وبيقرر ان هو يرجع بسرعه علشان يلحق ياخده قبل ما حد ياخد باله، بس قبل ما يتحرك بيكون نسي يقفل الاكسس اللي بتوصل للكاميرات مع انه قال لها ان هو يقفلها، فبيشوف الست وهي بتضرب جوزها بالنار عشان بيخونها. وهنا في ملائمه كبيره شويتين في الموضوع ده، اولا ان هو نسي يقفل الاكسس، ثانيا ان هو اول ما افتكر فتح وشاف المشهد ده بيحصل، ثالثا بقى الست نفسها عملت كده ومشيت وما اهتمتش حتى تشيل الكاميرات. ده غير ان جوزها لما اتضرب بالنار وقع وهو بيلف 180 درجه بشكل غريب جدا. المهم عادل بيروح وبيشيل الكاميرات، لكن وهو نازل بيقابل حد في وشه وبياخد منه الكاميرات ويخليه يمسح التسجيل ويمشي، وبنلاقي الراجل ده تاني يوم في جلسه نفسيه بيحكي عن بنته اللي محروم منها، بس المره دي ظاهر بشخصيه منكسره مش زي اللي ظهرها لعادل، ومخدم على ده الوايد انجل كدلاله على الوحده وفقدان السيطره. اما ام عادل فبتتعب وهي في المصنع، والكادر ده عبقري لانه عبر عن ضيق تنفسها بفريم صغير جدا، وانها لوحدها في معاناتها وكونها لوحدها بيعبر عن قد ايه هي مهمله، لحد ما زميلتها بتلاحظها وبتدور على دواء ضغط مع حد في المصنع. اما عادل فبيروح لمروه لكن ما بيلاقيش حد، فبيسأل الأمن والراجل بيكلم عم زكي يبلغه بده، وبنعرف إنه محامي ومروة تبقى موكلته وعشان كده بيغطي عليها. على الناحية التانية أم حسن بتقع في الشغل فبيودوها المستشفى، والدكتور بيقول إنها عندها تشمع على الكبد. أما أخوه هو سايق توك توك في زبون بيكمر كيس بودرة في السقف. وأخيرا عادل وزكي بيتقابلوا لأول مرة تحت يافطة مصمت الشعب، في إسقاط على هوية الاتنين وتلميح إن زكي مفيش منه خوف لأن هما الاتنين في الآخر واحد.
وده بيلينك مع كلام زكي عن كولومبوس وازاي جاب جدري للسكان الاصليين، في اشاره ان الشعب هم السكان الاصليين وما دول من الهليبه هم اللي بيتطفلوا عليه، والغرض من المقابله ان هو يبقى معاه علشان يحققوا العداله عن طريق ان هم يصوروا كل المذنبين والهليبه ويبلغوا عنهم. وبيعجبني جدا اداره تصوير الحوار في المشهد ده، هتلاقي ان طول المشهد عادل الليد روم بتاعه ضيق جدا، ودي سمه المسلسل عامه، وده لان هو دلوقتي في موقف ضعف وتوتر، اما زكي فبيبقى عادي جدا في منتصف الفريم والليد روم بتاعه طبيعي لانه دلوقتي هو المتحكم. بس طبعا عادل بيرفض لانه بيخاف، ولما بيروح يقعد على السطح المخرج بيحبسه في فريمين مع وايت شوت في دلاله على المأزق اللي هو فيه وضالته قدام اللي بيطلب منه، حتى لما بنزوم فبيبقى محطوط في التلت الاخير من الكادر تعبيرا عن الشعور بالتهديد التوتر والوحده. لكن الابرز هنا هو الصراع الداخلي، صراع بين مدى الخطوره ومدى الاستفاده، وكمان صراع اخلاقي بين الخوف من القانون والرغبه في تنفيذ العداله. وبين كل ده عادل بيكون تايه في ملكوته، في حين ان اخوه وصاحبه بيقسموا البودره على بعض وبيحطوا الباقي زي ما كان. اما زكي فبيبقى في اوضته مع الحلاق بتاعه، وبتدخل الست اللي بتساعده بالفطار وبيبان ان الحلاق رايدها، بس لما زكي بيكلمها عنه بترفضه. المهم عادل بيروح معاه عند دكتور الكبد، والمشهد ده صايع قوي. اولا المخرج مش عايزك ترتاح للدكتور، فمخليه يحلق حلاقه غير معتاده على اي دكتور، وكمان مخليه يلبس الساعه في اليمين، بل وكمان حاطط الاباجوره على علب الادويه، وهي كانه عايز يقول لك بص هنا، ومخلي وشه مضلم كنايه عن ان في شيء مخفي ورا شخصيته. والدكتور بيقول له ان لازم امه تمشي على دواء معين على طول، وده نحتاج له بعدين. وفي المحكمه بنلاقي زكي كاتب مرافعه المحاميه دفاعا عن شخص ما بيبيع لحوم فاسده، الدكتوره بتبعت له تطمن وتلوم عليه، فبينزل يروح لها وبتحكي له قصه حياتها. المشهد اللي بعده بيبقى في شغلانه في محل ذهب، واخوه بيكلمه عشان عايز فلوس، فمش يحول له مثلا ولا يحول لاي كشك، لا خلاه يجي له محل الذهب. وبمنتهى الغرابه صاحب المحل بيقرر في الوقت ده بالذات انه يطلع الغوايش، وكمان بيلف وشه لغايه ما اخو حسن يمشي، ففي النهايه طبعا في غوشه اتسرقت وهو بلغ عن عادل، فبيضطر يكلم زكي يجي يخرجه، وبيقول له بعدها ان الصايغ لقاها، فبنعرف ضمنيا ان هو اللي عمل كده معاه. ونتيجه لده عادل بيخاف وبيضطر ان هو يشتغل معاه، واول مهمه هي الايقاع بالراجل اللي زكي كاتب له المرافعه، وبيقول له ان في مستوردين شحناتهم بتتعطل لغايه ما بيجي وقت اعدامها، فبيخش هو يشتريها منهم بعشر ثمنها ويفرمها مع الخلطه بتاعته. بس هنا في حاجه، الكراتين وهي في العربيه كان مكتوب عليها تاريخ انتهاء صلاحيتها في 9/27، فليه المفروض تتعدم دلوقتي؟ ولو هو يقصد ان رسائل الجمارك هي اللي هتخليها تتعدم، فلو بيشتريها من التجار وبيخلص هو الورق بطريقته، ففين الاذى للناس؟ انا بالنسبه لي دي غلطه خلت الموضوع مش منطقي، او يمكن في حاجه انا ما خدتش بالي منها. المهم المعلم بيكتشف ان البضاعه مسروق منها، بس بيلبسها في حد من صبيانه. وفي المحكمه شاب بيترفع ضد ايمن منصور صاحب حادثه فتيات الصعيد، وقصاده بيبقى صاحب المكتب اللي شغال فيه زكي غانم. ولما بيخرج من المحكمه بيجي له انجل في تعبير عن مدى قوته وسيطرته، وزكي بيروح للدكتوره بسمه تاني وبيحكي لها عن ازاي ولاد الحرام منعوه عن بنته، لكن نفسها بيضيق فبتطلع دواء تاخده وبتخرج بره، فبيستغل الفرصه ان هو يصور الدواء، ومن هنا بنتكهن ان هي بنته، وعشان كده هو مهتم لامرها. المهم بنبدأ في تنفيذ أول عملية، فعادل بيخلي توحة يروح المطعم ياكل، بعدين يدخل حمام معين في مواسير الغاز يفكها. عادل عرف منين المعلومة دي الله أعلم، وعرف منين إن الراجل هيقف هنا جنب الحاجة. المهم أخيرا بيوصلوا للفيديو بشكل ما، وزكي بيقول لعادل يكلمه يطلب منه 200,000 مقابل ان هما ما ينشروش الفيديو، فعادل بينفعل لانه كان قايل له ان ده لاجل العداله بس مش لاي حاجه تاني. بس بينتهي الامر ان هو بيوضح له ان هما محتاجين مصاريف، وبعد ما ياخدوهم هيبلغوا عنه، ولان عادل مش مأمن زكي فلما بينزل من العربيه بينسخ كل مفاتيحه، وبيتفقوا مع الراجل ان هو يبعت حد يحط الفلوس في الباسكت علشان توحة يروح ياخدها. بيحصل فعلا بس بيفضلوا مراقبينه، واول ما توحة بياخد الشنطه بيجروا وراه، فبينط ورا عادل وبينجحوا ان هم يهربوا. بس عندي استفسار، ليه لما شافوا كده ما كلموهوش يمشي رجالته؟ مش المفروض ان هم دلوقتي اصحاب اليد العليا؟ ما علينا. المهم بياخدوا الفلوس وزكي بيقسمها معاه بالنص، وعادل بيدي توحة نصيبه. اما امه فبتكلمه على خطيبته فبيخلي اسماء تكلمها على انها هي، وزكي بيروح لام عادل ويديها الدواء اللي مش لاقيينه، لكن عادل بيحس ان في تهديد باطني لانه كده وصل لاهله، فبينزل ويشد معاه علشان جاله لحد البيت. فزكي بيعامله ميري، بس بيقوله ان اخوه اتفصل من المدرسه عشان سرق تليفون زميله، لكن هو راح وخلص الحوار. وهنا في خط انساني بيتفتح عند زكي، وهو ان هو بيعمل كده عشان يحسس عادل ان هو زي ابنه، يمكن يديله احساس الابوه اللي مفتقدها بسبب بعده عن بسمه. فلما عادل بيرفضه بيزعل لانه بيبقى قصده خير فعلا. المهم عادل بيطلع يضرب حسن عشان حوار الموبايل، بس لما بيفتش في دولابه بيلاقي البودره، فبيخش له راوند 2، وفي النهايه بياخد الحاجه ويحاول يدسها لزكي عشان يبلغ عنه ويخلص منه. وعجبني ان زكي داخل كان في داتش انجل كتعبير عن عدم الاستقرار او الخطر، وفي نفس الوقت التصاعد الدرامي. ولما البوليس بيخش عليه بيلاقوه قاعد وتخلص من الحاجه، وحتى الكاميرا اللي حطها له اكتشفها. وعندي سؤال صغير، لو هو عايز يحبسه فعلا ليه ما خدش تسجيل ده للنيابه وهو بيتخلص من البودره زي ما عمل مع الضحيه الاولى؟ المهم زكي بيروح له البيت، برضه سدير بيعمل فريم وذين فريم، بس المره دي عشان يقولك ان مصيرهم مرتبط ببعض حتى لو عادل مش عايز ده. وبعد ما زكي مشي عادل نزل يقابل فايز صديقه الرائد،
وحكى له على كل حاجه، بس قال له اوعى تعمل كده. وهنا في سؤال بيطرح نفسه، وهو ان زكي اختار عادل بناء على ايه، او عرفه منين اصلا؟ ما هو لو عرفه صدفه عن طريق حوار الست هتبقى وحشه قوي بصراحه، ولو كان عارفه قبل كده فليه هو بالذات، وقبل كده كان بيمشي اموره ازاي، ووثق فيه ليه الثقه العمياء دي؟ انا كنت متخيل مثلا ان هو هيكون صاحب ابوه وهو في السجن، بس ده ما طلعش حقيقي، وطلع ما كانش يعرف عنه حاجه لغايه ما عادل حكاله، ففي علامه استفهام هنا انا مش لاقي لها جواب. المهم عادل بيروح لمدير المصنع اللي شغال فيه والدته وبيحاول يطلب منه فلوس، لكن بيكلمه بطريقه وحشه لان امه مش متامن عليها. وحسن بيروح لطبيب نفسي عشان يتعالج من السرقه، بس بيسرق تليفون الدكتور. اما تحفه فضيه بيمسكه وبيخليه يكلم عادل ويقوله على مكان يتقابلوا فيه، ولما بيروح هو واخوه بيتعمل عليهم كماشه، بس بينجح ان هو يهرب. فضيه ما بيلاقيش صرفه غير ان هو يروح لمكتب راغب بيحكي لزكي على كل حاجه، فبيروح لتوحه ويحاول يقرره بس ما بيقولش حاجه، غير ان اللي شغال معاه عادل اسمه زكي. وعادل بيروح عشان يعرف لو زكي هو اللي بعت الرجاله، فبيحكي له الحكايه كلها وبيديله 200,000 كتأديب لضيع على اللي عمله. فبيبان ان عادل ابتدى يتقبل الموضوع، ومن ناحيه تانية عشان زكي سالك معاه. ولو بتسال هو مسكوا توحه ازاي، فالسدير جاوبنا عن طريق عادل، هو عن طريق شريحه التليفون عشان كان بيشحن من الكشك قبل العمليه. بس لما هو جابه بالطريقه دي ما جابش عادل بنفس الطريقه ليه لما جاب رقمه من توحه. المهم بيبقى في رمزيه حلوه، وهي ان عادل بيمسك ال 200 جنيه اللي مديره في الشغل اداها قدام الشنطه اللي فيها ال 200,000، وبيبدا يفكر في الموضوع بمبدا براجماتي بحت. وبينتهي المشهد ان هو بيطبق ال 200 جنيه وبيبص للشنطه، وكانها دي لحظه التحول اللي هيمشي فيها في سكه زكي غانم. اما معادل فبتحاول ترجع الشغل، لكن صاحب المكان بيهينها، فزميلتها بتكلم عادل وبيخش يمسك فيه، وبيوري له فيديو سجله له مع واحده من العمال، بياخد منه 80,000 بدل ال 40 اللي كان قايل له عليهم. في لحظه بتعرفنا ان عادل مش بس وافق يمشي مع زكي، بل خد منهجه وبقى بيطبقه لوحده. المهم بيخلي الفيوم يعتذر لامه قدام المصنع كله في كادر عظيم جدا، واقف عادل في ظهر نوال وقاسم الفريم نصين في تكوين سيمتري هرمي، وهو اللي على راس الهرم ده في رمزيه ان هو المسيطر وان هو ظهر لامه. اما ضيا ففيديوهاته اتسلمت للرقابه الاداريه، وعادل بيقابل زكي في المصمت والاول مره بياكل، في رمزيه على قبوله للعهد الباطني اللي بينهم. وزكي بيبقى مبسوط جدا بده، مش بس علشان الشغل لكن كمان عشان حاسس ان عادل تقبله اخيرا. لكن للاسف الحياه ما بتمشيش كده، فحسن بيسرق كل فلوس عادل وبيهرب من البيت، فبيلف عليه عند اصحابه وما بيلاقيهوش، فبيحكي لزكي وبيوديه لحد تبعه. بنعرف من كلام الراجل ان زكي كان مسجون، وراجل فعلا بيجيب لهم قراره، وهو ان هو كان هيهرب على اسكندريه بس لحقوه رجاله عطوه. لكن لما عادل بيكلم امه بيلاقي اخوه في البيت، فبيروح له وبيساله على الفلوس، بس حسن بيفتح له ويقول له انت جايبها منين، وبيختم كلامه بان طبع ابوهم مؤثر فيهم. بس في النهايه بنعرف ان عطوه خد منه الفلوس، وده كحق البضاعه اللي مع عادل. ولما عادل بيروح له طبعا ما بيرضاش ياخد الحاجه مكان الفلوس، بل بيعرفه بالورق اللي اخوه ماضي عليه. فتاني السدير بيحط عادل في الثلث الاخير من الكادر عشان يبين قد ايه ان هو في خطر، وان هو داخل على تحدي اكبر منه. بشكل عام عجبني في الاخراج ان فيه هويه، في شيء اشبه بتوجه. المخرج عامل شوتس يونيك الى حد كبير، خصوصا كونها في التلفزيون مش في السينما، وبيعتمد انك فهمتها فبيكررها كتير، زي حوار الرول اوف ثيردز، وان الليد روم ضيقه علشان يحسسك بعدم الارتياح، ويرمي لك ان مستقبل الشخصيه مش وردي، بل بيستخدم النيجاتيف سبيس في الفور شادوينج احيانا، واستخدامه للهاي واللو انجلز كتعبير عن الهيمنه والضعف، وان يحط الشخص اللي في مأزق في الثلث الاخير، او يستخدم فريم وذين فريم كومبوزيشن كتعبير عن الضيق او ربط شخصيتين ببعض. فهي انماط متكرره خلقت هويه بصريه للمنتج ده. فاوفرول المحاوله نفسها محموده جدا وعجباني. المهم نعرف ان شهاب تحالف مع الاسيوطي اللي كان بيترافع ضده، وقرر ان هو يتجه للتصالح، وعادل بيقرر يروح لحد من صبيان المعلم ويحاول يلاين دماغه ان هو يجيب له الفلوس مقابل ان هو يديله البضاعه يتاجر فيها. واستثمارا في نيجاتيف سبيس في المخزن شهاب بيكون في واحد تحالف مع زكي بيعذبوه عشان يعترف، بس بنلاقي كراتين حمراء كفور شادوينج لشيء ما. اما عادل فبينجح ان هو يرجع فلوسه رغم محاوله خيانه رجب، لكن لما بيرجع البيت عشان يراضي اخوه بيلاقيه حكى لامه على كل حاجه، فبتحصل خناقه لرب السما عشان امه عايزه تعرف هو جاب فلوسه منين. فلما بيحاول يتكلم على ابوه وحش بتضربه بالقلم وبتطرده بره. وكالعاده السدير بيعبر عن الوضع بفيجوال جميل، وهو انه حط كل واحد فيهم في فريم وحط بينهم حاجز كنايه عن البعد اللي بينهم في الوقت الحالي. اما الناحيه الثانيه ففي عمليه جديده، وهي الايقاع بالاسيوطي صاحب قضيه الضحايا، وزكي بيعرف ان هو بيتاجر في الاثار وبيغطي عليها بتجاره العربيات. فعادل بيروح وبيخش على الواي فاي وبيهاك نظام الامن، وبيبقى معاه اكسس لكل الكاميرات. ودي بصراحه حاجه ما عجبتنيش خالص، يعني راجل بالتقل ده هيجيب شركه اي كلام تعمله الكاميرات وتخليها على نفس النتورك بتاع واي فاي العملاء؟ يا راجل ده الكافيهات ما بتعملش كده، فهتتعمل في معرض سيارات لراجل شمال؟ فحسيت بسذاجه بصراحه في الحته دي. المهم الاسيوطي بيدخل مكتبه بس بيقفل الكاميرا قبل ما يتمم الصفقه، فعادل بيقرر ان هو يدخل المكان، بس بيلاحظ ان الكالون بتاع مكتبه سمارت، فبيروح لصاحب زكي اللي هو بيعرف كل حاجه في الدنيا وبيعلم عادل على الكوالين. وزكي بيكلم الراجل اللي كان مجنده عند شهاب واتقفش، بس شهاب بيبقى قاعد جنبه. اما عادل فبيخلي توحة يروح مكان المعرض
اللي بيبقى فيه مركز للصيانه في وقت متاخر عشان يقدر يبيت العربيه جوه، فيخرج عادل من الشنطه ويزرع الكاميرات، وبيعمل كده فعلا، بس بيبقى عايز يخرج لكن الامن قاعد بره، فبيخبط على العربيه عشان يخليه يدخل ويخرج هو من وراه، بس الغفير بيشوفه ولسبب ما بيضربش نار ببندقيته. وكمان راجل الامن فضل ساعه جوه على ما يخرج، وبرضه لما خرج ما ضربش نار على طول، ما ضربش غير لما عادل ربنا كرمه وركب مع زكي، ونتيجه لده زكي اتصاب، فبيروح لأسماء وبتداويه، ولما بيروحوا وبيسألوا عن صورة بنته بيطلب منه ان هو يسيبه لوحده، وبيمسك الصورة ويحضنها ويعيط. باسم صبر المشهد ده بالذات والتغير اللي عمله من تعبير الامتنان لقفلة الوش ثم الانهيار عبقري، حتى وهو بيبكي بص على نفسه بيتصارع ازاي من الحسرة مش مجرد حزن. المهم بيقفشوا الفيديو على الاسيوطي، تبدأ مرحلة هم هياخدوا الفلوس ازاي، فعادل بيجيب عدد كبير من الدليفرية وبيبقوا بنفس اللبس ونفس بوكس المطعم، واللي هو ياكوزا سوشي. وعجبني رمزية الياكوزا بشكل عام، لان رغم كونها اخطر واكبر عصابة في اليابان الا انها دايما مع الشعب، ولما بيحصل كوارث بتساعدهم وتقف معاهم، وبرضه هم مشهورين بابتزاز السياسيين، فرمزيه جميله بصراحه. المهم بيحطوا الفلوس في البوكس بتاع عادل وبيراقبوه، وبمجرد ما بيتحرك بيتحركوا وراه، لكن بيطلع ولا 20 مكنه بنفس كل حاجه، فبيقدر يخلع منهم. وبصراحة إخراج المشهد ده كأكشن حلو جدا، بس عندي كذا تعليق. أولا أرقام المكنة المفروض تكون المميزة ليها، فممكن يهرب بس ما يجروش ورا حد تاني. ثانيا هو ليه كل عصابات صادقة قوي كده وبتحط فلوس فعلا مش فلوس مزورة أو حاجة تانية، رغم إن هي كده كده في كيس أسود ومش هيبقى في وقت إن هو يراجع الحوار ده. هتقولي عشان ما يفضحهمش، ايه هو الضمان ان هو ما يفضحهمش؟ ولو هو حد غير عادل وما كانش ناوي فمطاردتهم ليه هتخليه ان هو يفضح الراجل برضه. واخر سؤال بقى، ليه الناس دي لما بيتهددوا ما بيمطلوش لحد ما يحجزوا اول طياره على بره؟ اصل دي حاجه حصلت 100,000 مره في الواقع يعني. اسئله كتير بصراحه ملهاش اجابه بالنسبه لي، بس هي دراميا حلوه يعني. المهم بنروح لمشهد عظيم بين عصام وباسم. عصام بيتكلم عن مشكلته مع امه، وزي كلمه حرامي وجعته قوي، لانه من وهو صغير مفحوط شغل، واي حاجه ممكن تضايقها كان بيبعد عنها، لدرجه ان اي صاحب كان بيعرف حوار ابوه كان بيبعد عنه. مونولوج جامد قوي بصراحه. وقطعه ذكي بان مش يمكن ابوك مظلوم، فبيجاوب بان هو شافه وهو بيعترف في المحكمه، ولان الموضوع مشابه جدا لحكايه زكي فبيتاثر وبيعيط هو كمان. لما بيساله مصدقني عادل ما بيردش، فزكي بيتضايق جدا. المهم تاني يوم زكي بيروح لام عادل عشان يبرئه قدامها، وبيحصل فعلا، وعادل بيحكي لاسماء على كل حاجه، فبتشبط ان هي تكون معاهم، وفعلا بيقنع زكي بيها. اما زكي فبيقابل بسمة عند دكتور القلب، وبيعرف منها ان هي لازم لها عمليه، فبيقول للدكتور ان هي بنته، وعايزه يقول لها ان هي جالها زي منحه علاجيه في نفس المستشفى اللي هو اتعالج فيها. اما عادل فبيروح البيت اخيرا وبيحاول يصالح امه لكنها بتتقل عليه، فبيديها حلقه هديه. وخلينا نقف هنا شويه ونتكلم عن الاضاءه. في انتقادات كتير اتوجهت للمسلسل بسبب ان الدنيا اغلب الوقت ضلمه، بس المخرج ليه وجهه نظر في ده، وبالنسبه لي بتميك سنس بصراحه. اولا لان ده توجه بيخدم المسلسل، هو بيحاول يعمل اضاءه واقعيه تدخلك في المود وتحسسك انك معاهم، لان مش طبيعي مثلا في شققنا ان احنا بنبقى مشغلين نور البيت كله في نفس الوقت، ولا ان الشوارع تبقى منوره 24 ساعه. غير كده اللو لايت بشكل عام مع التلوين اللي مايل للازرق بيخدم الدراما، وبيوصلك لحاله من البؤس والكآبه والبرد كمان، لان التصوير كان في الشتاء. بس متفهم بصراحه النقد ده، هو قرار جريء شويتين على مسلسل رمضاني، وده بصراحه مزود اعجابي بيه. بس هو كمان بيحاول يكسر ده من حين لاخر عن طريق ممارسه هوايته المفضله في تكوين كونتراستات حتى لو مش منطقيه احيانا. فعامه هو ممكن يكون النقد مش نابع من السوء. المهم زكي بيسلم الاسيوطي للبوليس قدام المكتب اللي شغال فيه، وقبلها بيكون مقوم على شهاب الصفطاوي. اما شهاب فبيخلي الراجل اللي كان متعاون مع زكي يبعت له ويجي له في مكان معين، ولما بيروح رجاله شهاب بيصوروه وبيتاكدوا ان زكي هو اللي مجنده، فبيخلصوا عليه، ودي نقطه مهمه هتطرح استفسار قدام. المهم زكي بيدرك ده فبيكلم عادل ويصوحوا على شهاب عشان يخلصوا منه، وزكي لانه متراقب بيروح لاسماء ويديها ظرف فيه 2000 دولار وبياخد كلب كانه اشتراه. اما عادل وامه فبيروحوا للدكتور وبيديله نفس الدواء اللي شهاب مخزن كراتينه، وبيقول له ان ده الدواء الوحيد ودايما هتلاقيه ناقص عشان جديد. واختيار ان الدواء يكون لونه احمر ذكي بصراحه، لان اولا لونه واضح وظاهر فيبقى باين في التلميح، وثانيا كرمزيه على كونه خطر. واحكي لك قصه الدواء الحقيقيه في الشرح. اما شهاب بيروح للراجل الكبير وبيقول له ان الاسيوطي مش هو الهدف، انما شهاب هو اللي عليه العين، وعلشان كده طلعوا دليفريه من مطعمه. والراجل صاحب البيت بيروح عشان يخلي زبون يعين شقه عادل عشان ما دفعش دفعه الفلوس، بس اخوه قفلهم وما دخلهمش. وهنا في ايجابيه واضحه قوي في المسلسل، ان لغايه اللحظه دي قادر جدا يوازن بين الخطوط، يعني كل شخصيه رئيسيه ليها خط مميز ليها. الام المريضه لسبب منطقي مش مجرد صعبانيات، الاخ ليه خط السرقه والمشاكل النفسيه، بالاضافه لمشكله الطرد من البيت، وكل دول بيتجمعوا عند شخصيه عادل، فبيمثلوا عقبات ودوافع في نفس الوقت. فبيضطر يشتغل مع زكي، ومع الوقت بيشوف ان ده الحق، فبيبقى تطور منطقي جدا. اما زكي فليه دوافعه اللي عرفنا منها ان هو مظلوم وان بنته تعبانه وبعيده عنه. شهاب ده قصه لوحده هنجيله قدام لانه احسن شخصيه مكتوبه في المسلسل كله. فاختصارا تركيبه المسلسل حلوه قوي، بس كل ده بيبدا يقع مع اول ملائمه مبالغ فيها، وهي ان بعد ما اسماء بتديله الفلوس وتقول له ان زكي متراقب،
بيروح لمكتب شهاب الصفطاوي ويسأل لأخته هترفع قضية على جوزها ممكن شهاب يمسكها ولا لأ، القضية مش أخته، لكن بيعرف إن هو بياخد القضايا الجنائية بس، وحتى الواي فاي فبيبقى للعملاء مش للمكتب كله. وبالصدفة البحتة الطبعة بتطلع في نفس الوقت اللي هو واقف فيه ورقة عن طلب شخص IT، وده فيه مشاكل منطقية كتير جدا. أولا ليه الاستقبال ما خدش الورقة لما اتطبعت؟ وليه ورقة واحدة هي اللي مطبوعة؟ وليه فجأة بقوا محتاجين IT؟ والوظيفة فاضية كمان مش حد كان شغال ومشي مثلا؟ وليه طلعت في الوقت اللي هو واقف فيه بالذات؟ وازاي مكتب بالحجم ده لسه معتمد ان هو يعلق ورق زي محلات لبس وسط البلد؟ مفيش لينكد ان مثلا، خصوصا ان دي وظيفه مرموقه مش اي حد هيقدم فيها. الحته دي ضايقتني جدا لانها بتمثل بالنسبه لي نقطه بدايه انحدار المسلسل. المهم الدكتور بيبلغ بسمه ان هو رشحها في مستشفى في المانيا وهتعمل العمليه بشكل مجاني، وعادل بيروح لفتحي فبيتفقوا يمضوا العقد ويديله 300,000 مقدم، وبيتفق مع اخوه يعمل نمره كده يهت بيها فتحي. المهم بنبدا نعرف شهاب بيعمل ايه وليه، وبيبقى بيجرب ادويه على الناس. والباك جراوند ده ان اخوه مات بسبب مرض ما كانش ليه علاج ساعتها، بعدها اكتشفوا له علاج ونزل ب 10 جنيه. فلما بيسمع من مريم ان في واحده ماتت فلسفته بتبقى ان البعض يموت علشان الباقي يعيش. وبيعجبني قوي استخدام الشالو فوكس عشان يفصل شهاب عن الخلفيه وهو بيحكي، في رمزيه عن سحله في ذكرياته وعزله عن العالم. وكمان انه في اول المشهد لما كان صاحب موقف قوه كان في تكوين سيمتري مع لو انجل، لكن دلوقتي هو حطه في موقف ضعف فقفل له الليد روم وعمل هاي انجل. بعدها رجع لوضع القوه تاني ولكن نيجاتيف سبيس فيها لوحه العداله، وهي عباره عن ست معصوبه العينين في ايديها ميزان والناحيه التانيه سيف. الميزان عشان يحكم بالعدل وكأن ان هو كده بينفذ العداله. عامه عجبني التضاد وابراز جانب انساني من الشخصيه، ده غير ان اداء محمد علاء عبقري اصلا. اما عند دكتور القلب فمباسمه وزكي بيتقابلوا ملامحها بتتغير، وراغب بيلاحظ ان اللي حصل مع الاسيوطي هو اللي حصل مع ضيا، الاتنين العامل المشترك الوحيد بينهم ان هما مع مكتبه، فبيشك ان حد من المكتب هو اللي بيعمل كده وبيكلف زكي يطق اصله. يا زين ما اخترت ان بقى دي كلها. المهم عادل بيروح اول يوم في شغله كموظف IT عند شهاب، وسبحان الله راجل بوفيه بيبوظ المفتاح السمارت بتاع مكتب شهاب وبيطلب من مريم المفتاح علشان يوضب المكتب قدام عادل. وبالصدفه تاني راجل بيبقى حاطط المفتاح على ترابيزه البوفيه من بره، وعادل بيعمل ان فنجان القهوه وقع منه وبياخده وبيدخل علشان يحط الكاميرات، بس شهاب بيفتح عليه الباب. لكن بالصدفه تالت حد بيناديه على اخر لحظه، وبالصدفه رابع راجل اللي بينادي له بيبقى في وش الباب، والمفروض ان عادل في مرمى بصره لكن برضه ما بيشوفوش. كل ده بسبب ان امه دعت له ان ربنا يعمي عينيهم. بيفكرني بعبقين في راديو كفر الشيخ الحبيبه، العصايه دي بتعمل معجزات. المهم عادل بيعرف يمسك فيديو على شهاب لكن ما بيعجبش زكي، واخيرا زكي بيعرف يهرب من المراقبه ويروح لعادل عيد ميلاد امه عشان يقول له ما تعملش حاجه بالفيديو لان مش ده اللي هيوقعه، بس عادل بيرفض وبيقول ان هو هيبعته له وحاجه ليه كل الزمن. لو في تجميع وفرحه اوفر مش لاقي على احداث العمل اعرف ان هيحصل بعدها كارثه، وبيحصل فعلا. امه بتقع من طولها فبيودوها المستشفى وطلع علشان السكريات اللي كلتها، وفي المستشفى بيدور ديالوج بين عادل وزكي حلو جدا. بنشوف في تطور شخصيه عادل وتمردها ان هو يكون مجرد اداه، وكمان بيكون في دافع لده ان هو عايز يسد فلوس الشقه. فلما زكي بيقترح عليه ان هو يديله الفلوس بيهب فيه عشان بيحس ان هو بيجب عليه، وقال له جمله مهمه قوي وهي انت مش ابويا. زكي من ساعه ما شاف عادل وهو بيحاول يفرض عليه الابوه اللي مش عارف يعبر عنها لبنته، وعادل عنده مشكله مع فكره الاب بشكل عام، فبنشوف محاوله من الفرض والرفض بين الاتنين اقوياء جدا، والاحسن منها وتحول الرياكشنات من عم زكي لاستاذ زكي اللي عمله باسم سمره. وبالمناسبه دي خلينا نقف هنا شويه ونتكلم عنه. باسم سمره عبقري، يعني شوف المسلسل واتفرج على كم رياكشنات اللي قدمها، من التوتر وقت المراقبه للود لما بيشوف بنته والخوف عليها من تعبها، وازاي قدر يعمل الخوف بلهفه على بنته والخوف من شهاب بطريقتين مختلفتين، ده غير الحزن لما عيط عليها والحزم مع عادل احيانا ولين احيانا اخرى. رياكشنات غير محدوده وكلها متصدقه جدا، وحجم الدور مديله مساحه ابداعيه بشكل مش طبيعي. فاخيرا باسم خرج من الكاركترات واتجه للتجسيد والتقمص كمان. كنت هتضايق جدا لو باسم استسلم للكوميرشال وبقى بيتجاب عشان يعمل الشويتين بتوعه، وده فخ وقع فيه على الطاوله على مر التاريخ. فاتمنى ان دي تبقى بدايه جديده لنجم زي باسم سمره. المهم بتيجي اول مقابله بين زكي وشهاب، وده لما شهاب بيروح لعقر اوضته، وبرغم كرنشة الجمله بس هي بجد مباراه تمثيل. بتشوف فيها ثبات شهاب وازاي الكونتراست واضح في دلاله على القوه، واهتزاز زكي وازاي الاضاءه باهته ومخليها وش مصفر عشان تظهر الخوف اكتر. وبنعرف من المحادثه ان شهاب هو اللي سجن زكي 20 سنه. بعدها زكي بيروح لطليقته عشان يقول لها على عمليه بسمه، وبنعرف ان هي شايفاه وحش وفلوسه حرام ورافضه ان بنتها تعمل العمليه بفلوسه، وقايله لبسمه ان ابوها مات من زمن عشان ما تعرفش هو اتسجن ليه. والمشهد ده عجبني جدا، اولا لانه عمل عقده جديده في خط بسمه، وثانيا عشان خلق شك جديد في هل زكي شخص صالح ولا فعلا مجرم. المهم زكي بيلبي طلب شهاب وبيروح له مكتبه وبيقابل عادل هناك، وشهاب بيعرض عليه يشتغل معاه وينسى اللي فات، فبيتظاهر بالقبول. لما بيقابل عادل في المصمت هو بيقولوش على موضوعه كله مع شهاب، عادل بيقول له كل واحد يمشي في طريقه، وده لانه شاف الحوار اللي بينه وبين شهاب. وخلينا هنا نقف شويه، السدير بيعمل المصمت كانه العلاقه اللي بينهم. ففي الاول كانوا بيتقابلوا بره وعادل ما بياكلش، بعدين عادل بياكل وكانه قبل عهد باطني، ثم لما بيغوطوا اكتر بتبقى مقابلاتهم جوه المصمت، واخيرا لما بيقلبوا على بعض الكاميرا بتجيب لك عادل وهو خارج كناية عن خروجه من التعاون واللعبه وفقدان الثقه في زكي. بياكد ده اكتر المونولوج اللي قاله عادل
عن انه قد ايه بيحب زكي واتمنى ان هو يكون ابوه، بس في نفس الوقت حاسس ان هو مخونه وده وجعه، وتحول الرياكشن من الحزن للغضب، وانه ياخد قرار انفعالي ويقفل الكاميرات على زكي كان قوي جدا بصراحه، وخدم على الحزن ده الزوم ان لحد ما قفل عليه الليد روم، ولما غضب فتحها تاني في توضيح لتضاد بين الحالتين. المشهد ده عجبني جدا لانه بصوره بس وصف حزن زكي ووجعه كانه فقد ضناه تاني، وعشان كده هو حاضن الكلب وكانه فقد الامل ان هو يلاقي انسان وافي. المهم وعادل بيراقب شهاب، الكاميرا بتقع فبيروح لمريم بيتها ويوريها ان هو مصورها مع شهاب، وصورها لما خدت ورق من مكتبه وبيطلب منها ان هي تروح تحط الكاميرا دلوقتي، وبتعمل كده فعلا. وعادل بيشوف شهاب وهو جايب لزكي كارنيه المزاوله بعد ما اتمنع من المحاماه، وبيساوموا على واحد يوقعه ويديله الملف، فعادل بيقير منه اكتر فبيقرر يبعت الفيديو لشهاب. فشهاب بيخش عليه مكتبه ويشوف الكاميرات وبيلاقي ان مريم دخلت المكتب بتاعه بالليل، وبيساله انت اشتغلت هنا ازاي؟ فقال له ان هو كان جاي يرفع قضيه على جوز اخته بس اتصالحوا، فشك فيه وقال له ان هو يكلم اخته، فاتصل باسماء ولنكت معاه. فلما سال مريم قالت له ان هي كانت نسيت المفتاح، فصدقها وافتكر ان الراس الكبيره هو اللي بيلعب معاه وده مش ايحاء. واخيرا توحى بيكلمه عشان يطلب منه 250,000 دولار وبيقبل فعلا، فبيخلي مريم تحط الفلوس في حمام مطعم ما، واسماء بتراقب الجو لحد ما توحى بيخش بلبس منقبه وبياخد الشنطه ويخرج. ولكن بشكل غريب جدا بيخرج وهو شايل وكاشف الشنطه، مش فاهم امال ليه لازمه التخفي، ما كده لو حد مراقب هيعرف ان هم دول اللي خدوها وهيجروا وراهم برضه. بس لاجل اكتمال العبث ما بنشوفش ان حد من رجاله شهاب بيراقبهم. وكمان لما ركب ورا عادل كان هيقع فحط ايده على عينه فوقع هما الاثنين، والبوليس شافهم فقرروا يهربوا. ممكن افهم ايه العبث ده؟ يعني اولا بما ان عادل مخطط ليه ما خلاش توحى يحط الفلوس في لبسه او يلزقها كحزام مثلا، ولا حتى ياخد شنطه حريمي ويحطهم فيها وزي ماشي حاضن وظاهر الفلوس قوي كده؟ وهل في حد بيجي يقع بيمسك الشخص من دماغه؟ المشكله ان بعد كده التبرير ما بيجاوبش على حاجه. طب يا سيدي قال العبث وخليه يتكعبل في الجلابيه وهو بيجري هتبقى منطقيه اكتر. ما علينا. المهم شهاب بيعرف ان هو مش الراجل الكبير اللي مرازيه، اما زكي فبيروح لشخص ما نعرفش كنيته ايه، والسبب ما بيبقى منخرب ورا الوكيل ومعاه ورق بيثبت ان هو بيغسل اموال، ولحد ما المسلسل بيخلص ما بنعرفش هو مين ده لو مستني حاجه يعني. المهم عادل بيعرف من امه انها عارفه موضوع اسماء، فحكى لها على حوار عبير بالمره وراح يهت اسماء بعبير عشان يردها لها. بعدين قال لها ان هو عارف، بعدها بيروح يدفع 50,000 الفتح رغم اتفاقهم على 300، بس بيستغل ان هو بيخاف من اخوه. بس للاسف اول ما مسك عقد الشقه روح لقى امه توفت. والحقيقه ده عصام عمر كان مؤثر وقوي جدا، ده غير كلامه مع صورها بعد ما رجع البيت، واختار التوقيت ده بالذات مناسب جدا لانه بيبقى محزن اكتر من الوفاه نفسها. هو مرحله ادراك للفقدان ومعاها احساس بالوحده في مكان كان دايما بيبقى فيه الشخص المتوفى، مع احساس مؤلم بالعجز والاضطرار للتعايش، ويا اما بيتبعوا رضا يا انهيار. لكن في حاله عادل فرضي بقضاء ربنا. وفي العزاء مريم بتدلق عليها القهوه، فوهي داخله الحمام بتشوف علبه الدواء بتاعت ام عادل، ملائمه شويتين بس دي الطريقه الاسهل والاسرع عشان نعمل الربط اللي هيعرف عادل كل حاجه. اما بسمه فبتقع من طولها في المطبخ بسبب تعبها، مريم بتقدم استقالتها بسبب الدواء اللي شافته عند عادل، بس شاب بيرفض فبتهدده، وبيجي شاب في نص الفريم بشكل قوي لانه عارف ان هي بتهوش. بس تاني يوم بيحاول يرد ضميره فبيروح لعادل يعزيه ويسيب له فلوس، لكن اخوه ما شاء الله عليه بيقول ان هو قاعد مع زكي على السطح واشتغل مع زكي امتى، وهو كمان بيشوف الخوذه اللي كان لابسها في الفيديو لما الفلوس طارت، وبيعرف ان هو كمان ما عندوش اخوات بنات، بيفهم كل حاجه يعني. فبيقول له اديله الفلوس دي بدل اللي طارت عشان يبقى رسميا اللعب على المكشوف. وعلى الطرف التاني فعادل بيروح لاسماء وبتيجي سيره ابوه وبتقول له انها عارفه ومتقبله ده، لكن الغريب ان هو بينفعل جدا وبيهاجمها. التفاعل بتاعه مع القبول ده عجبني جدا لان ده بيعكس العار والخجل الداخلي عند عادل من اللي عمل ابوه، فدايما من اللي شافه بيبقى متوقع الرفض، فلما بيجي القبول بيبقى شيء اشبه بالصدمه، فالدماغ بتبتدي ترفض ده، فبيحس احساس مزيج من الشفقه والضعف وان الطرف التاني شايفه اقل منه وبقى صاحب افضليه عليه، فبيبدا يفعل الديفنس ميكانيزم عن طريق الغضب والعصبيه. فليرز كتير من المشاعر عجبتني قوي بصراحه. اما زكي فبيروح لراغب لكن راغب بيهدده، بس زكي بيرد ان هو ماسك عليه حاجات برضه، وعادل بيخش على اخوه وبيفحص تليفون جديد مسروق، ودي حاجه عجبتني بصراحه. كنت هتضايق لو المخرج خلاه فجاه يتصلح حاله من كل اتجاه رغم ان المفروض مشاكله النفسيه بسبب فقدان امه تفاقمت. المهم بيقول لعادل على اللي حصل مع شهاب، ولما بيروح لزكي ويقول له بيطلب منه يحكي له على اللي بينهم، فبيقول له ان هو كان شغال عنده في المكتب لحد ما حصل قضيه فساد كبرى بسبب ادويه فاسده تبع لشركه ضخمه، فالشركه اتواصلت مع شهاب وحاولت تخليه يلين دماغ زكي، بس زكي رفض، فلفقوا له قضايا ممنوعات ودعاره وحقنوه عشان يثبتوا ان هو بيتعاطى وبيتاجر. وللاسف مرات زكي صدقت كل ده، ولما بنته وعيت قالت لها ان هو مات. وفي ظل الديالوج العظيم ده عادل بيجيله تليفون ان اخوه في القسم وبيطلع بسبب الموبايل اللي سرقه، فبيروحوا يصالحوا مع الست وزكي بيقول له يوديه البسمه، فبتقول له ان هو بيسرق علشان يحس بالاهتمام وانه محتاج سند مش عقاب. ولما بيخرج بيلاقي شهاب قاعد مع اخوه لان شهاب بيبتدي يخرج من الدفاع للهجوم، فبيخش البسمه ويعرفها كل حاجه عن ابوها وبيديها ورق القضيه، فبسمه بتروح له البنسيون وبتواجهه بالورق وبترفض تصدق اي حاجه يقولها وبتعاقبه برفضها للعلاج. اما بالنسبه لعادل فشهاب بيخطف اخوه
وقبل ما يعرف ده أسماء بتصالحه. وسط كلامهم بيجيله تليفون من شهاب يعرفوا ان هو خطف حسن. وفي حاجه مضايقاني من المسلسل عموما، وهي ان لما بنحب ننتقل من مشهد لمشهد بشكل سموز دايما بنلجأ لمكالمه تليفون. الموضوع اتكرر كتير وده خلاني احس بشيء من الافلاس بصراحه. المهم بيروح لمريم بيعرف منها مكان المخزن وبيخلي اسماء تروح للظابط صاحبه تحكي له، وبيوصل اخيرا عشان يولع لشهاب في المخزن. بس شهاب بيبقى عارف ان كل ده هيحصل فبيروح له وبيقول له تعالى نتكلم، وبيطلب منه ان هو يخرج نفسه بره الحوار ده ويسيبه منه لزكي. وعدل عشان ينقذ اخوه قال له هفكر. ولما خلص من الحوار راح لزكي المستشفى لان بسمه تعبت من الصدمه، بس اختلفوا لان زكي مش عايز يعرفه الطريق اللي هو ماشي فيه. فعادل بيشوف ان دي قله ثقه فبيسيبه ويمشي، وبيروح لاخوه يحاول يصاحبه ويفهمه كل حاجه. فردا على اللي عمله شهاب زكي راح للراجل الكبير وقال له ان شهاب طلب منه ان هو يدور وراه وهو لقى حاجات كتير تخصه، فبيساومه ان هو يديله ورقه وياخد ورق شهاب. على الناحيه التانيه مريم بتقول لعادل ان هي اسمها ازهار وانها وهي طفله غصبوا عليها انها تتجوز ابن عمها. فالموضوع ادى في النهايه انها خلصت منه وهربت لغايه ما قابلت شهاب وعمل لها ورق جديد وشغلها معاه وخلاها تمضي على ورق تبع شركه الادويه. وفي وسط كلامهم شهاب بيروح لها البيت وبيساومها على الورق اللي معاها وبيبقى عارف ان عادل مستخبي، فبالمره بيعرف رده على العرض واللي كان بالرفض. فلما الاتنين رفضوا شهاب بدأ يلعب اجريسيف وقال لأهل أزهار على مكانها عشان يغسلوا شرفهم، ووصلوا فعلا وقبل ما ينفذوا بعتت لعادل كل الورق اللي معاها. بعدين شهاب بيروح شقتها وياخد اللاب والموبايل ويبلغ البوليس عن اللي حصل. وعندي كذا تعليق. أولا هو ليه ما خدش اللاب ومشي واستنى لغاية ما عادل يوصل وبلغ بعدها ويبقى ضرب عصفورين بحجر؟ ثانيا خط البنت كله مش عاجبني لأنها المفروض هربت وهي طفلة وبتلعب في الشارع على حد تعبيرها، فهربت قد ايه ولحد ما بقى عندها كام سنه عشان شهاب يشيلها الليله دي كلها؟ كان لازم اعرف ايه اللي بين الحدثين. هو عشان ينتقد سلوك ما في المجتمع اللي هو زواج القاصرات قرر ان هو يبوظ الخط كله؟ ده غير انه خلاها هي محرك الاحداث الرئيسي رغم كونها اضعف الشخصيات كتابه، فده ما عجبنيش خالص بصراحه. المهم عادل بيروح لزكي ويحكي له على الحوار، وزكي بيقول له ان الوكيل بعت له ورق شهاب ولقى ان هو اللي بيوزع الدواء، والشركات دي بتستغل الكثافه العاليه للسكان عشان تجرب عليهم الدواء، وبيستغلوا جهل المرضى وبيمضوهم على ورق بموافقه التجربه عليهم من قبل الدكاتره. المهم عادل بيراجع الورق اللي وصل له وبيلاقي الدواء اللي امه كانت بتاخده، فبيفضل ينزل في الورق على امل ان هو ما يشوفش حاجه، لكن للاسف بيلاقي اقرار امه فبيفقد صوابه وبيروح يتهجم على شهاب، لكن شهاب بحاله بيرميه في السجن. اما شهاب فبيقدر ان هو يفتح اللاب وبيشوف عادل معاه ايه، وبيلاقي ضمن الورق تحويلات بمبالغ كبيره جدا تنفي ان هو مجرد واجهه قانونيه للشركه. وزكي بيروح له يهدده بالورق اللي معاه وبيقول له يخرج عادل. وعادل لما بيخرج بيتعامل مع اخوه زي معامله زكي معاه في الاول، ما بيقولوش الحاجه غير لما تخلص. فتطور بسيط في الحته دي في الشخصيه بس مميز جدا بصراحه. المهم بنبتدي الكروات على تقيل لان زكي بيقرر يقول لطه دلوقتي بالذات ان شفيقه رفضته مع انها قايله له من الحلقه الثانيه باين، فبيشدوا مع بعض عشان طه بيقول ان هي عينيها منه هو. بعدين زكي بياخد عادل يقابل شخص ما وبيحكي له قصه ابوه كلها، وهي ان الراجل ده وزميله كانوا بيهربوا شغل لغايه ما ابوه قفشهم، ولما حاولوا يخلوه يشتغل معاهم رفض وهددهم، فقرروا يخلصوا منه ولفقوا له سرقه العهده. فعادل بيكدبه لانه شافه بنفسه وهو بيعترف، لكن بيقول له انه كان في راجل تقيل بيهدده باسرته. اما الراجل فبيعمل ده لان صاحبه المره اتخلص عليه وهو هيحصله، وبيديله شنطه فلوس كتعويض وراحه ضمير ليه. وده بيخليك تلاحظ بسهوله ان في استعجال، احنا عايزين نقفل خط ابوه ونطلعه ان هو راجل شريف، فجبنا واحد يقول الكلمتين دول ويتكل على الله. بيقول كده ليه؟ علشان حس بالذنب بعد عشرات السنين. سال اوفر بصراحه. المهم اخيرا عادل بيدخل لاول مره لابوه وبيعتذر له عن كل حاجه، وبينام بين قبر ابوه وامه في مشهد عظيم وكادر مؤلم وكانه رجع عيل صغير ما فيش في ايده حاجه. وعجبني الرمزيه الباطنيه ان وشه كان لقبر ابوه اللي بتعبر انه اخيرا تقبله وانه هيمشي في نفس سكته. المهم زكي بيروح يقدم بلاغ في شهاب، وعادل بيحكي لاخوه على كل حاجه وبيديله عقد شقه اشتراها بفلوس الراجل. واخيرا بيجي الماستر سين وهو لقاء بين زكي عادل وشهاب بيظهر في مشهد سيمتري لو انجل وكأنه هو المسيطر دلوقتي، وبيحصل ديالوج عظيم بصراحه. القطات السريعه مع الموسيقى التصويريه معليه حس الاثاره جدا. انت زعلت؟ غيرك فرح ان هيتها له تاني. انت فاكر نفسك ربنا ولا ايه؟ هتكفر بقى ولا ايه؟ عجبني الجديه اللي بيتكلم بيها رغم ان كلامه ملوش معنى تاني غير كده. ورمى كمان على حوار الكورونا وان الدواء ظهر بسرعه، في اشاره لحاجتين، اما انه تم تخليق الفيروس فكده كده اوريدي كان معاهم دواء ليه، او ان الشركات كانت بتجرب في الناس. وهو بصراحه كلامه في شيء من المنطق لان الدواء ظهر بسرعه جدا نسبيا. وزكي بيوصف لوحه العداله اللي وراه وبيوضح الفرق بينها وبين القانون، والفرق بينهم ببساطه ان العداله هي مفهوم اخلاقي وفلسفي بيعبر عن الانصاف، يعني مزيج بين الشده على الفاسد والرحمه على الضعيف. لكن القانون شيء مختلف. القانون هو مجموعة من قواعد مكتوبة هدفها تنظيم المجتمع وحفظ النظام. المشكلة ان القواعد دي احيانا بيكون فيها ثغرات، فحد فاسد زي شاب يعرف يتلاعب بيها. فببساطة العدالة هي الفكرة المثالية او الروح
اما القانون فهو النص، قواعد جامدة كتبها بشر، والبشر ممكن يصيبوا وممكن يخطئوا، وممكن كمان يتأثروا بثقافة زمانهم أو يخدموا مصلحة شخص أو فكر معين. وأكبر دليل على ده إن العبودية كانت مقننة في وقت ما، فوق ده كله القانون غالبا بيكون صارم جدا وجامد زيادة عن اللازم، فأحيانا بيعاقب اللي سرق علشان يعيش نفس عقوبة اللي اختلس ملايين، والفجوة دي هتفضل موجودة للأبد، لأن في فرق بين العدالة المثالية وبين ضرورات التنظيم. المهم شاب يبقى عنده منطق إن هو كده بيخدم الناس وبيختصر سنين من التجارب، وإن أي دواء بيكون ليه ضحايا، وده صحيح نسبيا، لأن أي دواء مفترض إن هو بيتجرب على الحيوانات الأول، ولو أثبت نجاحه بيتجرب على بني آدمين موافقين إن هم يتعرضوا للنوع ده من العلاج، وبيتعرض ده عليهم بمنتهى الشفافية، وبيبقى عارف إن هو ممكن يموت بسبب تجربة زي دي. بس اللي شاب عمره ما هيصارح نفسه بيه إن هو بيخدع الناس، بيستغل جهلهم وبيمضيهم على رهان مش محسوب، قابل إن الشركة توفر فلوس ووقت وبالتالي تكبر أسرع وتجني أرباح أكتر. بس ما عجبنيش في المشهد ده هو تحول الحوار من إن شاب هو المسيطر إلى إن هو اللي بيترجاهم بشكل باطني أو بيحاول يغويهم، وكمان عشان الفيلن ده اللي المفروض ذكي للغاية ما لاحظش الكاميرا اللي مصر كلها شافتها، فادالها زي الجردل واعترف على نفسه بمساعدة من عادل. فبالرغم من إن الحوار كان حلو والهاد وخد بين التلاتة جميل، إلا إنه في الآخر بقى ساذج بوقوع شهاب، وكان توعوي ومباشر زيادة عن اللزوم في النهاية. المهم بيخلص الموضوع على إن عادل بيقول إن هو هيفكر في العرض، واللي هو فلوس كتير واثبات لبسمه ان ابوها شريف، وانه يرجع يمارس المحاماه مقابل ان هم يدوا له الورق ويبقوا شركائه علشان يضمن ان هم ما يضغطوش عليه بعدين. بعد الاجتماع ده بيروح لبسمه وبيعرفها كل حاجه، فبتروح معاه لابوها تصالحه وتراضيه في مشهد مؤثر جدا، وبتعزمه على اكله مصمت في اوضته المره دي، زي ما عادل اكل اول مره عشان يقبل العهد، هي كلت المره دي وقبلته كأب. المهم شهاب بيوصل له اعلان المحكمه، فبيتجنن وبيبعت ناس تموتهم هما الاتنين، لكن عادل بيبقى مكلم فايز وقايله على كل حاجه، فبيقبضوا على العيال دي. والسؤال هنا هو ليه ما حاولش يخلص منهم من البدايه، خصوصا انك ما بينتوش ان هو الشرير الذي لا يقتل. لا هو اول اكشن خده في المسلسل اصلا ان هو عمل كده مع العميل بتاع زكي، فعادي جدا. طيب ليه ما حاولش يسافر زي ما كان هيعمل؟ مفيش اجابات. المهم في البنسيون وقبل المرافعه بيجي انسرت على الشاي اللي بيقدمه طه، وبيبان جدا ان هو في حاجه لما بيقول لزكي اتمنى انك ما تزعلش مني، وعادل بيروح له وبيتحركوا سوا. في المحكمه زكي بيترافع وبيقدم كل الادله، وبكل بساطه بيقوم شهاب وبيقول ان الكارنيه اللي مع زكي مزور، وانه مشطوب من النقابه من 20 سنه بسبب قضايا مخله بالشرف، وبيقدم ما يثبت ذلك. ولما القاضي بيساله عن الكارنيه بتاعه وهو رايح يقدمه له بيقع. خلينا نقف هنا شويه عشان ده في منتهى السذاجه. اولا زكي قدم الورق للنيابه وعمل بلاغ، وتاني يوم شهاب جاله اعلان المحكمه فبعت له ناس تخلص عليه بالليل، تالت يوم زكي مطبق علشان يترافع. ايه ده يا غزال؟ ممكن افهم. النيابه لحقت تحقق وتتاكد من الورق وتثبت ادانته وتحول القضيه على المحكمه، والمحكمه تحدد ميعاد الجلسه تبقى بكره. ايه كوكب السرعه اللي انتوا عايشين فيه ده لو قضيه تبديد قايمه هتقعد اكتر من كده. التايم لاين بشكل عام في المسلسل سيء جدا من اول عمليه عملوها. طب بغض النظر، مش المفروض شاب المتهم ليه مش واقف ورا القفص رغم انك عملت كده مع الضحيه الثانيه؟ انا متفاهم انك مش عايز تهين الفيلن وتبينه ضعيف، بس مش على حساب منطقيه وقانونيه الموضوع. طيب غير كده، بعد ما وقع زكي حد تبع شهاب سرق ورق القضيه، وكانه معوش غيره وما قدمش الورق للنيابه. يعني شهاب صباح الفل خرج من المحكمه ملك، ولا حد قال له انت رايح فين، لا هو ولا الراجل اللي سرق ولا حد خد باله. ده لو في محكمه بنك الحظ كانت تقول لك اذهب الى السجن حالا. زكي اللي المفروض الجيم ماستر واللي دماغه توزن بلد، على اي اساس طلع الكارنيه المزور ده وقرر ان هو يترافع؟ الموضوع ما خدش مني 30 ثانيه سيرش عشان اعرف ان المحامي لو مشطوب من النقابه فاي اجراءات هيعملها باطله، ما بني على باطل فهو باطل. فازاي استاذ قانون ما يعرفش حاجه زي كده؟ فواحد بيضحي بورق القضيه ومحاسبه الفاسد عشان بس هو اللي يترافع. غير كده دي جريمه مركبه، ده انتحال صفه وتزوير في اوراق رسميه، يعني عقوبه تصل الى 10 سنين. كل ده ليه يا معلم؟ عشان تعمل ماستر سين تخربق الدنيا كده؟ وسيبك من كل ده، ممكن افهم عصام عمر هنا بيضحك على ايه؟ كارثه بكل المقاييس. انا مش عارف ليه المخرجين بيتفاجئوا اننا في الحلقه الاخيره كل مره وبيبتدوا يعبسوا بشكل مش طبيعي. المهم عادل بيروح البيت وبيطلع لايف بيعرض الفيديو اللي صوره لشهاب بالكاميرا الصغيره خالص اللي ما حدش شافها نهائي، وفايز بيروح يقبض عليه بنفسه وبيبقى معاه امر من النيابه. ثواني لسه واخد بالي من حاجه بتضحك قوي. عادل ساب زكي مرمي على الارض وروح البيت علشان يعمل اللايف. تقريبا ما كانش معاه داتا ولا وعقبال ما كان وصل البيت وعمل اللايف شهاب كان راح المكتب وكان بيباشر عمله عادي، ما حاولش ان هو يهرب مثلا قبل ما يحاولوا يثبتوا عليه حاجه تاني. لا هو بالنسبه له كان يوم عمل طبيعي جدا يعني. اما عصام عمر فبيكسر الحاجز الرابع وبيوجه لنا كلمه بشكل مباشر: ارجوكم اعملوا انتوا كمان اللي عليكم، يمكن حاجه تحصل. وزكي بيفوق في المستشفى لان الاكل ده سم بطء امتصاص السم، وبس ما بتوريه الفيديو اللي عادل صوره واللي خلاها تسامحه. لما عادل بيدخل له فزكي بيقول ان فلوس شهاب لسه موجوده وانه عمل كده عشان خايف لشهاب يوصل له. طيب وبالنسبه للظباط اللي كانوا واقفين قصاد المطعم اكسلانس، وبالنسبه للفيديو اللي اتصور ومصر كلها شافته، مين اللي لم الفلوس وخدهم ازاي وسط الهرجله دي كلها؟ هي 200 جنيه طارت، دي ملايين. بعدين خايف لا يوصل له فتعمل كل ده ويتصور وينزل على النت فيعرف يدقق كويس في الفيديو ويعرف الخوذه، وهو كمان ما شاء الله عرفه من الخوذه ابن الجنيه مش من ارقام الموتوسيكل.
لا وكمان زكي بيقول ان نصيبه من الفلوس ان بسمه تعمل العمليه. يا معلم مش انت اللي كنت بتحايل على الدكتور عشان يقبل ان هو ما يقولهاش وتدفع انت الفلوس؟ يعني انت المفروض معاك تمن العمليه، فليه الصعبانيات دي؟ المهم عادل بيردها له وبيقول له ان هو كان جايب اذن من النيابه ان هو يصور شهاب. المشكله ان المسلسل زنق نفسه تاني لانهم ما كانوش بيطلعوا اذن النيابه قبل كده. هو مش لازم تطلع اذن لو للنيابه الاداريه، بس طبيعي ان النيابه تاخد وقت عشان تحقق في الفيديو، مش كل حاجه تخلص في نفس الوقت والرجاله يتقبض عليها بالسرعه دي. وعادل لما بيقول له ليه زورت الكارنيه، قال له عشان الناس كلها تسمعني، سنين وانا صوتي متحاش. يا عم زكي ما هو كده يتحاش 10 سنين كمان، ايه الدماغ دي؟ يعني انت ضحيت بانك تعيش مع بنتك وانك تطمن عليها وتشوفها كويسه عشان عايز تتكلم؟ ايه الغرابه دي؟ المهم بيدور بينهم ديالوج عن مفهوم العداله وان زكي من تجاربه كفر بيها، لكن عادل بيرفض ان هو يصدق وبيقرر يجرب بنفسه. وبينتهي المشهد ان زكي بيقرر ان هو يعترف بكل حاجه ويخرج عادل من قضايا الابتزاز. واخر مشهد بيكون لعادل وهو صالب طوله بيقفوا كأن القبرين هم كفتين الميزان، وعادل هو العداله عشان جاب حقهم. ودلوقتي احنا معانا مداخله من كابتن بهاء من قناه كنترول زد عشان يقول لنا رايه في المسلسل. بما ان الكابتن بقى عجبكم يا بتوع كوره، فقلنا نخش بقى بقلب جامد في المسلسلات. الحقيقه مش من عاده الكابتن بقى انه يتفرج على مسلسلات في رمضان، ويمكن اخر حاجه شفتها في رمضان كانت مسلسل طايع، لكن عين سحريه الحقيقه قدر ان هو يشدني، وكنت مسافر مشوار كده 9 ساعات، فقلت ليه لا ما نديها. اتبسطت بالتجربه لكن نوعا ما كانتش احسن حاجه، وقبل ما تتخانق معايا هقول لك ليه ما كانتش احسن حاجه. انا من عادتي لما اجي اتفرج على اي عمل لازم ابحث واعرف مين الصناع اللي ورا العمل ده، وبرضه عشان لما تجيلي ضربه وانا بتفرج اعرف الضربه هتيجي منين، ما تاخدش كده على اخوانا. واول ضربه جات لي لما بصيت على اسم المؤلف ولقيته المؤلف هشام هلال اللي كتب ابداعيه مسلسل العتاوله. هنا بقى بدات اخاف وقلت ان انا داخل على مسلسل تجاري وشغل من نوعيه يلا بينا ونشوف هدى الاتربي. بعدين كده وانا بقلب في التيك توك لقيت شويه ايديتس ظريفه معموله لمحمد علاء جامايكا اللي هو شبه الصفطاوي، فقلت لنفسي ما تجرب يا عم، هو انت خسران حاجه؟ يلا اتكل على الله. وتوكلت على الله. اول 4 حلقات شدوني وعجبوني، وشفت كام ماسك ترانزيشن كده معمولين في المونتاج عجبوني جدا جدا جدا، وال4 حلقات كانوا طالعين بمزاج وانا كنت مبسوط جدا. كمان الموسيقى التصويريه كانت الصراحه عالم لوحده مختلف، وكانت بتدخل في المشاهد صح مش بشكل مزعج، ومتفصله بالظبط مع كل مشهد، ودي حاجه الصراحه معتاده من خالد القمار اللي بيبدع من ايام مسلسل ابيل. الناحيه الثانيه بقى الاغاني اللي هي زي تتر ويجز الصراحه ما عجبنيش، وتتر ليجاسي اللي نزل بعد ما المسلسل خلص ما عجبنيش اكتر. وكنت شايف الصراحه اننا لو سيبنا الموسيقى التصويريه اللي هي لال 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 دي كانت حلوه وكانت هتعلق اكتر، لانها معموله بتون خفيف وحلو كده يعلق في الودن. الدنيا فضلت ماشيه حلوه وانا ما كنتش مصدق ان ده مسلسل مصري، وقاعد مستني الضربه كالعاده. لحد بقى من الحلقه ال5 لحد ال8 المسلسل مستواه بدا يقل، وتحول من مسلسل كان بادئ بدايه جديده وممتازه لمسلسل متوسط، ودخل في مشكله غريبه ما توقعتش ان هو يدخل فيها، وهي مشكله المط. يا جدعان ده مسلسل 15 حلقه بنمط فيه ليه طيب؟ كمان في شخصيات كده بدات تدخل المسلسل بشكل هندي وبتخش فجاه لا من غير لا احم ولا دستور، زي بالظبط كده شخصيه اسماء. هو في واحده بتتشقط بالاسلوب ده في 2026؟ واحد كده يقول لها تعالى اوصلك وهو ما يعرفهاش اصلا، وتروح تركب معاه عادي فتقول له يلا بينا، هو ده السهل، هو ده اللي موجود. وكمان بتحصل حاجات مش منطقيه، يعني فين اهل اسماء دي؟ وهي بتفتح المحل بتاعها في اي وقت كده؟ يعني باسم سمره داخل عليها 3 الفجر والمحل شغال عادي، مين بيفتح محل سلاحف الساعه 3 الفجر؟ وايه المبررات بتاعتها والدوافع بتاعتها انها تحب عادل الحب الكبير ده وانها تضحي له كده وتامن له؟ الله، اخلق اي مبررات للشخصيه. ما كنتش عملت اصلا شخصيه عبير الوهميه دي اللي ما كانتش موجوده، وكنت عملت شخصيه اسماء، وعادي مفيش مشكله ان اهل اسماء يرفضوا عصام عمر عشان ابوه حرامي ويكمل المسلسل عادي جدا، ويفضل بقى العلاقه ماشيه بمبدا الممنوع مرغوب. كمان المسلسل بدا يقلب هندي، يعني عادل بدا يواجه الشخصيات الشريره ويدخل جوه العالم بتاعهم. الفكره بقى وهو بيخش جوه العالم بتاعهم ده كان بيخش بسهوله شديده جدا. يعني الشخص الاولاني اللي هو بتاع محل اللحمه الفاسده ده، عادل دخل عادي كده وزرع الكاميرات والدنيا مشيت، قلت عادي مشيها مش مشكله، الواحد كان مستمتع وقتها. تاني شخصيه بعدها ماشي عديها، الراجل بتاع المصنع اللي ظلم امه اللي هو شبه مدرب الاهلي، يلا مفيش مشاكل، واقول كويس ان مؤلف مسلسل العتاوله مطلع شغل حلو زي كده لحد دلوقتي. لحد ما بتيجي بقى اللقطه المستفزه اللي من بعدها المسلسل كله بيتقلب، عصام عمر وهو بيدخل مكتب شهاب الصفطاوي. يعني باسم سمره يقعد 5 حلقات يقول لك قد ايه شهاب الصفطاوي ده راجل مرعب وراجل شرير، وهو باين فعلا من نظراته، ده غير انه مسك واحد وفضل يعذب فيه وقتله، وانا فعلا اترعبت، انا فعلا كنت بخاف من شهاب الصفطاوي. عصام عمر يلاقي اعلان كده على برينتر انهم عايزين مهندس IT، فيقدم في الشغل فيتقبل، فيخش المكتب فياخد المفتاح بمنتهى السهوله، فيطلع عليه ايه الدراما الهنديه دي؟ ايه ده؟ طب وحياه عصام عمر صعبه ليه من الاول لما هو ممكن يقدم في شركه زي بتاعه شهاب الصفطاوي ويتقبل ويعيش عادي؟ يعني انت خلقت معاناه للبطل وبعدين حليت له معاناته دي بمنتهى السهوله. من بعد اللقطه دي كل حاجه في المسلسل سالكه وايزي. عادل بقى دخل المكتب وزرع الكاميرا عادي، ولا حد يقول له رايح فين ولا جاي منين. يعني شهاب الصفطاوي ده حقيقي محمد علاء جامايكا ابدع في الشخصيه
الشخصيه دي. كمان المخرج عمل شغل حلو جدا مع الممثلين وبدانا نشوف منهم اداءات حلوه، فبدل ما كنا نروح للمط بقى والزق والجمل الفلسفيه الغريبه اللي دخلت دي، احنا ممكن نزود مشاهد بين باسم سمره وعصام عمر ومحمد علاء، لان الصراحه مشاهده الثلاثه مع بعض مشاهده ممتعه كده، عاملين زي الMSN. الحوارات بتاعتهم كانت ممتعه وحصل كمان ما بينهم تناغم رهيب. كمان في حاجه ضايقتني اكتر، ما كنت سبت ابو عصام عمر راجل حرامي زي ما عصام عمر كان فاكر، بدل ما الحوار يبقى ساذج وسهل كده، اكن الحياه ما فيهاش اي كعبله. هو في ايه يا عم؟ كمان حاجه تانية اضيفها، خط ازهار هو اغبى خط في المسلسل. يعني واحده سابت اهلها وهربت وهي صغيره، فشهاب الصفطاوي بكل جبروته وكل الرعب اللي هو فيه ده يستغل بنت زي دي ويامنها على كل شغله اللي بالملايين دي كلها. شهاب المرعب يامن لبنت زي دي ليه؟ لا، وبنشوف المؤلف بيفتح خط ازهار في حلقه وبيقفلها في نفس الحلقه هي. هو ايه ده؟ طب ما كنت فتحت لها خط من اول الحلقات حتى عشان اتعاطف معاها. عامله زي الحاضر الغائب ولا ليها لازمه، واضافه لمجرد الحشو. كمان فكره ان زكي وعادل اتنين مفروض انهم شخصيات ذكيه وبتعرف تجيبها وهي طايره، بيحصل لهم ايه بقى بعد عزا عصام عمر يقعدوا مع بعض فوق السطوح؟ يعني ايه بجد؟ ازاي بتحاول تبني ان دول ناس اذكياء وان دول ناس بيقدروا يخترقوا اي شخص شرير وفي نفس الوقت بيقعوا بالسذاجه دي؟ كل المشاكل اللي انا بكلمك عنها دي بتقع تحت بند واحد، هو ان المؤلف استسهل وانهم اتزنقوا وانهم كانوا شغالين في المسلسل اثناء ما رمضان كان شغال، وده كان باين جدا لما مونتاج الحلقه الاخيره اتاخرت وعصام عمر راح مداريها بافيه اصل اخوه سرق الحلقه. حاجه تاني ساذجه معلش ضايقتني، انا عارف ان انا زودتها شويه في الانتقاد بس معلش استحملوني. شهاب وهو بيخطف اخو عادل وصاحبه رايحين بمنتهى السهوله كده يرجعوا الولد، وشهاب الصفطاوي اللي كان خاطف راجل في اول كام حلقه ومعذبه ومقطع له وشه وشرايينه سايب اخو عادل عادي كده ولا كأنه واخده نزهه في جنينه الحيوانات. انا اول مره اشوف شرير قلبه طيب كده. يا عم ما تقتل اخو عادل كده احنا مش طايقينه. ونيجي بقى للحلاق اللي ظهر من العدم وده عمل كوبايه شاي تقيل سم خفيف، ولا اقول لكم كفايه انتقاد لحد هنا لحسن حد يقول ان انا متحامل، ولو شايفين ان كلامي مش منطقي قولوا لي في الكومنتات ونتناقش عادي. في النهايه نهايه المسلسل كانت لذيذه، وكمان المسلسل في اخر حلقه حاول يقدم رساله وكانت رساله حلوه ومش مبتذله، لكن المسلسل اهدر فرصه انه يكون واحد من افضل الاعمال الدراميه اخر 5 سنين او حتى من بعد فتره الكورونا. وايه المشكله يا سيدي لو كنت خليت المسلسل ده 7 حلقات او حتى 6 بدل ما تقعد تحلب وتدخل لي اسماء وازهار وحاجات كتير ملهاش لازمه. واداء باسم سمره مع محمد علاء جامايكا ومع عصام عمر كان الصراحه زي ماتش كده تقيل بين الثلاثه، وده خلاني اتغاضى شويه عن اي سلبيات في المسلسل اللي هي لو كان العمل بكاست غير الكاست ده انا ما كنتش هقبل بده اطلاقا. صحيح انا اقترحت اقتراح لذيذ ان احنا نعمل مسلسل منفصل عن شهاب الصفطاوي، وشايف ان محمد علاء قادر يشيله لوحده، وهو منها نزود مشاهد مع باسم سمره ومع عصام عمر، مسلسل كده يبقى شبه مسلسل سول، ونعمل بقى رحله صعود الراجل ده ورحله هبوطه وتبقى بقى قصه كامله وتبقى 7 حلقات برضه ولا 8 بلاش نمط، ويا ريت والنبي حد يكتبهم غير هشام هلال. اتمنى ما تكونوش اتضايقتوا مني وهسيب المايك لباسم. مبدئيا المورال بتاع المسلسل بيشير لاكتر من حاجه، اولا تسليط الضوء على الظلم اللي بيتعرض له السكان الاصليين او الشعب من الهليبه والحيتان، ثانيا الحث على رفع الظلم ومحاوله تطبيق العداله، ثالثا محاوله طرح الفرق بين القانون والعداله وان مش دايما القانون بيكون منصف، رابعا بيحط عين على مافيا الادويه وكل اللي بيتاجر بصحه الناس عامه، خامسا واخيرا بيتمنى ان القوانين تتعدل بحيث تخدم العداله اكتر، وده عن طريق انسانه القانون وسد الثغرات اللي ممكن محامي شاطر يتلاعب بيها، والمورال العام واللي كل دول تحته هو مجابهه الظلم والفساد، وده هتلاقيه واضح جدا في رمزيات الاسماء. عادل هو الايد اللي بتنفذ العداله، وزكي عشان هو اللي بيخطط لتنفيذها، شهاب لانه من بعيد بيلمع لانه نجم مجتمع بس لما بيقع بنعرف ان هو نيزك بيدمر كل حاجه، نوال هي رمز العطاء والاثار، الست المكافحه اللي انكسرت على عيالها بعد وفاه ابوهم واديتهم اوتيت من حب وحنيه وقدره على السعي. امين ابو المحاسن فهو اسم على مسمى، كان راجل طيب وما اختلسش باله، كمان ما كانش عايز يأذي زمايله. ازهار لانها اتقطفت بدري واتدمرت طفولتها، واصبحت مريم في رمزيه ان هو لم يمسسها بشر. وبالنسبه لرمزيات الالوان فحضورها كان قوي جدا، الاحمر بيدل احيانا على الغضب، الخوف، الخطر والحرب، وبالنسبة للأخضر فعادة بيدل على الطمأنينة، الهدوء والراحة للنفس، عشان كده هتلاقيه بيتم استخدامه مع العيلة أحيانا، وكمان استخدم عشان ما يخوفكش من زكي في الأول. أما الأزرق والمسيطر بشكل كبير لو مش كإضاءة فكتلوين بشكل عام فأحيانا بيدل على الكآبة، الدراما والوحدة والغموض، وده في أغلب الوقت بيبقى عادل وهو لوحده، لكن لما بيجتمع مع زكي فبيعني الحقيقة وتحقيق السلام اللي بينتج من العدالة. أما بقى مع شهاب فبيدل على القوة، السلطة والقليل من الحقيقة اللي مقتنع بيها، فكان اختيار زكي من السدير ان هو يكون اللون الغالب لانه من اكتر الالوان اللي ممكن تطوعه تحت ايدك. وبالنسبه للقصه نفسها فهي رمي على شيء تم اثارته في 2018 تقريبا ضد عقار اسمه سوفالدي، وفي نفس الماده الفعاله بتاعت ادويه شهاب. كان في اشاعات بتقول ان هو بيستخدموا مرضى فيروس سي كتجارب سريريه، واشاعات كمان ان هو بيسبب سرطان والموضوع كبير، بس كذا جهه من الدوله نفت ده تماما، في دكاتره طلعت ووضحت ان الدواء ملوش علاقه،
وإن السرطان بيكون بسبب التليف اللي بيحصل بعد سنين من حمل المرض. ووسائل الإعلام بدورها بقت بتنشر معلومات هامة عن الدواء، زي إنه ما ينفعش حد ياخده من حاملي فيروس بي لأنه بيعزز المرض أكتر. وأعتقد إن دي كانت مجرد إشاعات، لأن مصر تحولت من أعلى دولة فيها مرضى الفيروس سي لشبه القضاء عليه تماما. والمتخصصين بيقولوا إن السبب في ده راجع لعائلة المادة الفعالة وإن الدواء بيتصنع في مصر. وبرضه شفت كذا بحث وقال إن الدواء فعلا بيوصل لعلاج 96% من العينة. ده لا نفي ولا إدانة ولا أنا مختص عشان أقر بشيء، أنا بس بعرض لك الحاجة اللي وصلت لها من البحث بتاعي. بشكل عام المسلسل حلو، خرف في كام حاجة بس يمكن تكون قرارات رقابية أو ما شابه. ده ما ينفيش تحمل المخرج للسوء اللي حصل، لأنه لازم يكون عنده حسن إدارة وبروبلم سولفنج أفضل من كده. بس ده لا يعني إن المسلسل سيء، المسلسل بالنسبة لي هو فرصة مهدرة، كادرات عظيمة، الشخصيات الرئيسية مكتوبة كويس جدا، محاولة الاتجاه للواقعية كانت كويسة، الأداء وتوجيه الممثلين قوي. وحابب أوجه إشادة للمرعب محمد علاء، الراجل ده عليه كاريزما بنت حرام، شرير بس ما تقدرش تكرهه، ده غير أداؤه الثابت المتزن، ركفة شفايفه لما يحس بخوف، هدوءه ونظراته الواثقة دايما اللي بتعبر عن مكانته، لا قوي جدا وشخصيته ودوافعها عالميين. مبسوط جدا بيه بصراحة. واحنا كده اتكلمنا عن باسم سمرة فما فيش داعي للتكرار، بس عصام عمر جامد قوي برضه، قوته جاية من كونه شبهنا مش بس لأنه ممثل قوي، وكالعادة اختياراته ذكية وبتمشي على الخط الفاصل بين الفن والتجارية. أما الرهان الصائب في المسلسل هو عمر شريف، استخدامه كدافع مرة وكعقبة مرة ذكي جدا، وطبعا اسم إبراهيم لا غبار عليها يعني. بصراحة الكاست كله ما فيهوش تخيشة كبيرة، وده برضه يحسب للسدير مسعود. أما بالنسبة للكتابة فهي غريبة جدا، لأنها أوقات بتبقى عظيمة وأوقات بتخيش تخيشة وحشة قوي. يعني شخصية عادل زكي وشهاب مكتوبين حلو، بس شخصية أسماء ما اعرفش عنها حاجة غير إن هي مترندرة في المحل بتاعها 24 ساعة فاتحة ومفيش كلب بيخش يشتري. وبصراحة أدائها مش أحسن حاجة يعني، وبتتكلم وهي جازة مش عارف ليه. أما توحة فهو سايد كيك كويس، وكنت أتمنى إن هو يكون ليه مساحة أكبر، بس برضه معرفش عنه حاجة، لا شغال إيه ولا عرفوا بعض إزاي ولا ليه رابط بينهم جامد قوي كده ولا أي حاجة. وسوء الكتابة ما كانش في الشخصيات بس، لكن في مبررات كل شيء تقريبا من بعد الحلقة السابعة. ساعات كانت بتتليس بس أحيانا كانت بتبقى فجة جدا، والحوار برضه كذلك، بس كان أفضل شوية حلوين. أما الموسيقى فهي عبقرية من خالد الكمار، كل تراكات مناسبة سواء الحزن أو الخطر أو التأهب، كلهم جامدين. وبرضه يحسب للمخرج والمونتير إن كان في وعي في استخدامها مش عمال على بطال. واختلف مع كابتن بهاء بصراحة، التتر بتاع ويجز فيه شغل عالي من الكتابة واختياره للكلمات مناسب جدا. اوفرول بصراحة تجربة كويسة، ورغم التخيش اللي في الآخر فهو مسلسل رمضاني حلو جمع بين الفن والتجارية بشكل كويس. ضايقني بس إن هو كان ممكن يكون أقوى من كده بكتير، بس الله أعلم بالكواليس. وبس كده لحد هنا تبقى الحلقة خلصت. فلو الحلقة عجبتك ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتقولي رأيك في الكومنتات، وما تنساش تروح تمسي على كابتن بهاء. سلام.